السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب المغربي ولقاء تنزانيا اللي غيتقام اليوم بطبيعة الحال على الساعة 6 مساء. اللقاء اللي باقي له بالضبط 6 سوايع و52 دقيقة. لقاء كبير صراحة بين المنتخب المغربي والمنتخب التنزاني. غنقدم لكم التشكيلة المتوقعة للمنتخب المغربي في هذا اللقاء ديال تنزانيا. بطبيعة الحال هي واحد التشكيلة اللي تقدر تكون نموذجية ديال المنتخب الوطني المغربي في هذا اللقاء ديال تنزانيا. لقاء قوي، لقاء كبير صراحة بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب التنزاني. إذا غنقدم لكم التشكيلة النموذجية ديال المنتخب المغربي بطبيعة الحال في هذا اللقاء ديال تنزانيا، اللي هو واحد اللقاء كبير صراحة بين أسود الأطلس وتنزانيا. بطبيعة الحال واحد التشكيلة اللي تقدر تكون نموذجية بطبيعة الحال ديال المنتخب الوطني المغربي من أجل الفوز بطبيعة الحال على المنتخب التنزاني، ضروري ولا شك فيها ولا جدال بطبيعة الحال. إذا مقابلة قوية صراحة بين المنتخب المغربي والمنتخب التنزاني، مقابلة جد قوية بين الفريقين بطبيعة الحال. غنبداو بالتشكيلة ديالنا بياسين بونو حارس الهلال السعودي، اليوم الحراس الجيدين والعالميين بطبيعة الحال. حارس كبير، حارس اللي هو مميز صراحة في المنتخب الوطني المغربي. ياسين بونو كيبقى من الحراس الجيدين ديال النخبة الوطنية وديال المنتخب الوطني المغربي، من الحراس الكبار صراحة العالميين. ياسين بونو كيبقى حارس الهلال السعودي من حارس كبير صراحة، حارس اللي هو مميز. حارس الهلال السعودي حارس كبير صراحة، 32 عاما، تكوين مغربي ومن خيرة الحراس اللي كاين بطبيعة الحال. حارس كبير، حارس اللي هو مميز ديال المنتخب الوطني المغربي. غنمشيو عند لاعب نايف أكرد، لاعب ويست هام الإنجليزي. العناصر الكبيرة داخل المنتخب المغربي الأساسية لا تناقش، لا عند بونو ولا عند أكرد. العناصر الكبيرة داخل المنتخب الوطني المغربي نايف أكرد، لاعب كبير صراحة وبقيمة كبيرة جدا في المنتخب الوطني المغربي. لاعب صراحة اللي هو جد مميز داخل النخبة الوطنية وداخل المنتخب الوطني المغربي. لاعب صراحة من الطراز الرفيع اللي هو نايف أكرد، صراحة لاعب قوي وقوي جدا، من العناصر القوية داخل المنتخب المغربي. نمشيو عند لاعب غانم بسيس، لاعب الشباب السعودي اللي هو من خيرة اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، من العناصر القوية داخل المجموعة ديال المنتخب المغربي. عميد المنتخب المغربي، ممكن كانت عنده إصابة، ولكن في هذا اللقاء تنزانيا خصنا بس بعض اللاعبين اللي عندهم تجربة بطبيعة الحال باش يدخلوا في هذا اللقاء هذا بطبيعة الحال، لا جدال ولا نقاش في ذلك. إذا غانم بسيس من العناصر المهمة اللي عندنا في المنتخب المغربي، عميد المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير صراحة وبقيمة كبيرة في المنتخب الوطني المغربي. اللاعب غانم بسيس اللي كيبقى اسم كبير صراحة في المنتخب الوطني المغربي، لاعب صراحة من الطراز الرفيع. نمشيو عند اللاعب الظهير الأيمن أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، اللي كيبقى اسم كذلك اسم كبير في المنتخب الوطني المغربي، من أفضل الأظهرة اللي كاينين في العالم، لا جدال ولا نقاش في ذلك. أشرف حكيمي من العناصر الكبيرة داخل المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير، لاعب قيمة كبيرة في المنتخب الوطني المغربي صراحة. أشرف حكيمي اللي كيبقى اسم كبير صراحة في المنتخب الوطني المغربي، لاعب جد مميز داخل المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال. أشرف حكيمي اللي كيبقى صراحة من الكوادر ديال المنتخب المغربي. نمشيو للطايل الأيسر، يحيى عطية الله، 28 سنة، لاعب فريق الوداد البيضاوي صراحة. في غياب المزراوي بنسبة 100% يكون يحيى عطية الله لاعب فريق الوداد البيضاوي، اللي ماشي بزاف باش واجهو سيمبا التنزاني بطبيعة الحال. بتنزانيا كان بطبيعة الحال، وكانوا انهزموا بجوج الإصابات اللي صفر. كنظن بس كيجبر بعض اللاعبين ديال سيمبا في هذا المنتخب ديال تنزانيا، وسكتوا ديك المدرب ديال تنزانيا، المدرب اللي هو بلجيكي ولكن اصول جزائريه، يسكت شي شويه من ديك التصريحات الهاويه اللي عامله، لا جدال ولا نقاش في ذلك. غنمشيو خط وسط الميدان، بداو بسفيان امرابط، لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي، من العناصر الكبيره داخل المنتخب المغربي، لاعب قوي ولاعب كبير صراحه، العناصر اللي ممتازه داخل المنتخب المغربي بطبيعه الحال. عنصر الاهميه ديالو كبيره وكبيره بزاف صراحه في المنتخب الوطني المغربي، لاعب اللي كتسمى من العناصر المهمه داخل المنتخب الوطني المغربي. سفيان أمرابط كيبقى لاعب
لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي من العناصر الكبيرة صراحةً، وكنتمنى أنه يرجع المستوى ديالو في هاد كأس إفريقيا بطبيعة الحال. نمشيو عند لاعب بلال قنوس لاعب البطولة البلجيكية اللي هو من العناصر المهمة كذلك داخل المنتخب المغربي، لاعب اللي عنده 19 سنة فقط، تكوين بلجيكي من العناصر الكبيرة داخل المنتخب الوطني المغربي، عنصر الأهمية ديالو كبيرة وكبيرة بزاف صراحةً في المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير صراحةً وبقيمة كبيرة في المنتخب المغربي، من العناصر المهمة داخل المنتخب الوطني المغربي، عنصر كبير صراحةً. اللاعب بلال خنوس 19 سنة وشارك معنا في المونديال. نمشيو للوسط الثالث اللي هو سليم أملاح لاعب فالنسيا الإسباني، اليوم من العناصر ال المهمة في المنتخب المغربي بطبيعة الحال. سليم أملاح اللي كيلعب فالنسيا الإسباني، تكوين بلجيكي فحالو فحال بلال خنوس بطبيعة الحال. سليم أملاح خبرة كبيرة في المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير واسم كبير صراحةً في المنتخب الوطني المغربي. لاعب سليم أملاح صراحةً من العناصر المهمة داخل النخبة الوطنية وداخل المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير صراحةً. إلا مشينا للخط الأمامي غنجبرو أمين عدلي لاعب باير ليفركوزن الألماني اللي هو من العناصر بطبيعة الحال حتى هو المهم. ما شاركش معنا في المونديال ولكن كان جد مؤثر صراحة في المقابلات بعد المونديال، خاصة في كأس ماشي في كأس خاصة في المقابلات الإفريقية، لا مع بوركينا فاسو ولا مع لا مع المنتخب الإفريقي، لا مع بوركينا فاسو فزنا بواحد لصفر، لا مع الكوت ديفوار تعادلنا بواحد لواحد، لا مع ليبيريا فزنا بثلاثة لصفر، ولا مع تنزانيا فزنا بجوج لصفر. إذا في ديك المقابلات الأربعة اللي هذيك راه فزنا على تنزانيا وعلى ليبيريا وعلى بوركينا فاسو، ثلاثة الانتصارات وتعادل أمام كوت ديفوار. آخر هزيمة تعود للمنتخب المغربي في يونيو أمام منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة هدفين لهدف، الهدف الواحد كسجلو حكيم زياش. مشيو عند سفيان بوفال لاعب الريان القطري، اللاعب اللي ما عندوش تنافسيه بزاف صراحه. ممكن يقحموا بالثقه اللي كيثق فيه وحتى عيط له بطبيعه الحال وما عندوش تنافسيه. اذا ممكن تجي الثقه توربر ويعيط له بطبيعه الحال ويلعبوا في هذه المواجهه الصعبه امام المنتخب التنزاني. المقابله اللي غتلعب اليوم بطبيعه الحال بعد حوالي 6 ساعات و45 دقيقه غتنطلق هذه المواجهه الصعبه بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب التنزاني. مواجهه جد صعبه جدا للمنتخب المغربي بطبيعه الحال. شفنا المفاجات الكبيره في كاس افريقيا. مشيو عند لاعب يوسف النصيري لاعب اشبيليا الاسباني اللي هو من العناصر المهمه داخل المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير لاعب قيمه كبيره في المنتخب الوطني المغربي، لاعب يوسف النصيري اللي كيلعب في اشبيليا الاسباني، من العناصر الكبيره داخل المجموعه ديال المنتخب الوطني المغربي. لاعب صراحه بقيمه كبيره عندنا في المنتخب المغربي، من الركائز ديال المنتخب الوطني المغربي اللاعب يوسف النصيري، لاعب كبير صراحة وبقيمة كبيرة في المنتخب الوطني المغربي، لاعب صراحة من الطراز الرفيع. هادشي اللي كاين. شكرا لكم إخواني وإلى اللقاء وإلى